عفوا دكتور هارون، هل فعلا نساء النبي يكلمهن البر والفاجر، أو البخاري كذب ودلس عليكم؟ ممكن تعطيني الرواية؟ الله يرضى عنك. جزاك الله خير. الرواية في صحيح البخاري الطبعة السلطانية تسلسل 402. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال حميد. عمر وافقت عن ربي في حميد. ثلاث. عن حميد. هشيم عن تفضل. حميد أو حميد عن عن حميد. أنس حميد. قال قال حميد. عمر تفضل. ايه. وافقت ربي في ثلاث. نعم. فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نسائك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب واجتمعت نساء النبي إلى آخر الرواية. فهنا يقول وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نسائك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. يكلم من؟ يكلم نساء النبي من؟ البر والفاجر. فهل النبي كانت نساءه يعني بلا غيرة وبلا مروءة بحيث أنه يدخل ويكلمهن البر والفاجر وبلا حجاب، حتى أتاه عمر رضي الله عنه وأمره بأن يحتجبن النساء؟ فهل عمر أكثر غيرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طيب. أنا مش فهمان، يعني يكلمهن البر والفاجر. السؤال يعني أنت فهمت من الحديث أنه عرضة أن يدخل عليهن الإنسان الذي بلا أخلاق ويتكلم معهن وهن بلا حجاب؟ أين شلون بلا يعني الآن حجاب؟ أنت تقبل يعني أنت تقبل أن زوجتك بلا حجاب يكلمها إنسان بلا حجاب وهي بلا حجاب وهو بر أو فاجر؟ هذا الفاجر الذي بلا ممكن. أخلاق أنا ما يتكلم فهمت مع يعني. زوجتك، فهل أنت شلون بلا يعني؟ غيرة يعني؟ يعني شلون بلا حجاب؟ بس ممكن تشرح لي آية الحجاب، شلون يعني آية الحجاب بلا الحجاب حجاب؟ ونزلت شلون آية يعني؟ الحجاب يا أستاذ، يا أستاذ، بلا ممكن حجاب. بس يا ما أستاذ لا تعرف معنى تكرر لي الحجاب؟ كلام الرواية، لا تكلمني، لا تعيد لي كلام الرواية. ممكن تقول لي شو يعني بلا حجاب؟ يعني ما تعرف معنى الحجاب؟ الستر، الحجاب الستر. طيب، يعني والبر مثلا والفاجر النبي صلى يكلمهن. الله هل عليه النبي وصل وسلم. لهذه المرحلة أي. أنه أول نساءه شيء. يأتيه شخص أي. يقول له يابا دير بالك ترى نسوانك يكلمهن البر والفاجر والنبي طيب بلا ماشي. مروءة؟ طيب هل يجوز للمرأة مثلا إذا احتاجت شيء أن تشتري من السوق خبز أو من البقالة، هل يجوز لها أن تشتري ذلك؟ المرأة إذا راحت للسوق تروح محجبة يا شيخنا. يعني أنت مرتك ماشي تطلع ماشي. سافرة تروح بلا ماشي يا حجاب أستاذ. تروح للسوق؟ ماشي ماشي يا أستاذ، بس أنا قاعد أسألك عن النقطة الأولى وراح أتكلم لك الآن عن مسألة الحجاب. الآن في مسألة يكلمهن البر والفاجر، هل يجوز للمرأة هل يجوز للمرأة أن أن أو بالحارة، يعني مش شرط للسوق لنص. فهل حطوا ميوت النبي أستاذ. أكثر، طيب. عمر أكثر غيرة من النبي حتى طيب يأمره؟ خلص. خلص حطوا ميوت أستاذ. إذا النساء بعد يحتجبن لأنه بتقاطع يكلمون البر والفاجر. ما علاقة إذا بعد بتقاطع الحجاب راح بالنبي؟ أنزل. إذا بعد بتقاطع راح أنزل. ماشي. اسمعني. الرواية الأولى تقول رقم 4790. قال عمر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بال. حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال عمر: وافقت الله في ثلاث. نفس الإسناد، شوفوا، عن حميد عن أنس. قال عمر: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى،
وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. طبعا عمر بن الخطاب ليش يتكلم؟ يتكلم أولا لأن الله عز وجل قال له وشاورهم في الأمر، فالنبي يشاور أصحابه، وعمر تكلم هذا من باب المشورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تشاورني على مود تحجب نسائك؟ اقعد ماشي.